في الختام، وتمكينا للمصلين من أداء شعيرة الجمعة عبر المساجد الجديدة، تتواصل عملية منح التراخيص بولاية إن صالح. العملية لاقت استحسانا واسعا في أوساط الأئمة والمواطنين على حد سواء. أحمد بن مسعود. هو أول آذان يرفع لأداء شعيرة الجمعة على مسامع المصلين بمسجد الدحامنة ببلدية فقرتزوة، بعدما رخص له من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وهذا من أجل تخفيف الضغط الذي تشهده بعض المساجد وتقريب المسافات للمصلين خصوصا كبار السن. العملية أشرف عليها والي ولاية عين صالح بمعية السلطات المحلية. الآن الحمد لله قد تم افتتاح أزيد من 7 مساجد على مستوى هذه الولاية، ومن ضمن 7 نستطيع القول 71 مسجد. يعني الحمد لله، يعني النسبة تبشر بخير، وهذا الافتتاح تم على ما يسمى بالتكفل بانشغالات المواطنين. استحسان كبير لمسناه وسط المصلين والقائمين على جمعية المسجد عقب منح الترخيص، حلم طال انتظاره لسنوات. إنها لبشرى سارة لساكنة الحي، خصوصا حي ملاهبة وحي الوئام بهذا القرب المسجدي. وصلنا إلى افتتاح أول جمعة في هذا المسجد، والفضل يعود للجميع دون أن ننسى المحسنين ورجال الخفاء. طالما كنا نحلم بها كسكان حي، فنشكر السلطات المحلية لولاية عين صالح. جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منحت 4 مساجد بالولاية رخصا لأداء صلاة الجمعة، سعيا منها للتكفل الأمثل بانشغالات المواطن وتقريب بور العبادات من المصلين.